اهلا وسهلا بيكم معايا في قناتكم تاروت ميرو. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده ان شاء الله عايزاك تحط الحبيب بتاعك في نيتك او تعمل له تخاطر كانه قاعد قدامك بالظبط بتكلمه. او اي شخص انت عاوز تحط نيتك عليه، بس هي ما تنفعش غير قراءه عاطفيه، يعني حد عاطفي انت في ما بينك وما بينه مشاعر حب. تمام، تعال نشوف الشخص دوت شايفك ازاي، بيقول ايه عنك الشخص دوت في عقله الباطن، من خلال تفكيره فيك، مشاعره ليك ايه في الفترة الحالية، وايه هو سر غموضه عنك الشخص ده. تمام، القراءة طبعا هتبقى بحروف اسم الشخص اللي انت هتحطه في نيتك، وكمان معايا مجموعتين، دي مجموعة رقم 1، مجموعة رقم 2. اللي حابب يختار بالكروت يتفضل، اللي حابب بالحروف هتلاقوا طبعا الحروف في صندوق الوصف تحت. واهم حاجة طبعا في القراءة الطاقة بتاعتك انت، لو الطاقة منطبقة معاك كمل القراءة، مش منطبقة ممكن تشوف القراءة التانية. واللي اول مره بقى بيزور القناه يا ريت ما ينساش الاشتراك فيها، يدعمني بزر اللايك، فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد عندي بقدمه في القناه. ويلا بينا على طول نبتدي بالقراءه رقم 1. اصحاب الاختيار رقم 1، اهلا وسهلا بيكم معايا. تعال نشوف الطاقه بتاعتك انت دلوقتي في الفتره الحاليه، علشان طبعا تعرف القراءه دي منطبقه معاك ولا لا. طيب انا شايفه في الطاقه بتاعتك انت ممكن تكون، بس ناخد بس كروت توضيح من هنا. ممكن تكون يا مستني رسالة من حد، يا إما أنت مثلا مستني تعيين في حاجة جديدة، أو في حاجة أنت منتظرها، الحاجة دي بقالها فترة عندك أو بقالك فترة بتفكر فيها. تمام، يا رسالة أنت عاوز تبعتها لحد أو تقدم على حاجة جديدة، وأنت الحاجة دي بقالها فترة معاك بتفكر فيها، يا إما أنت منتظر من حد يراسلك، يا الحبيب يا حد تاني يبعتلك حاجة أنت منتظرها بقالك فترة. شايفاك إن أنت زي كأنك دلوقتي في دوامة الحياة، يعني انت شايف ان انت ممكن تكون مرهق جدا، تعبان، حاسس ان انت في ضغوطات عليك بطريقة فظيعة جدا. ممكن كمان تكون عمال تعيد في شريط حياتك، يعني عمال تفتكر الذكريات مع الحبيب، من اول بداياتك معاه بتقول مثلا ده كان كويس معايا جدا. على فكرة انا شايفة هنا ان المعظم انت ممكن تكون دلوقتي منفصل عنه، لان انا شايفة من خلال الكارت دوت ان انت بتعيد شريط ذكرياتك مع الحبيب دوت. وكمان انت كنت بتشوف الذكريات الحلوة اللي كانت ما بينك وما بينه، لكن غالبا انت دلوقتي ممكن تكون لوحدك من غير الحبيب ده، او الحبيب ممكن يكون دلوقتي مش بيديك وقت كبير من وقته، مش بيديك اهتمام كبير زي البدايات. يعني انت بتقول لنفسك في البدايات كان معايا مثلا باسلوب جميل بكلام حلو، كان بيهتم، لكن انا مش شايفاه دلوقتي ان هو بيهتم زي الاول، بيحاول يبتعد. وكمان ممكن تكون انت شاكك ان في حد غيرك في حياته، حد بيشغله عنك. كمان في الطاقة بتاعتك ممكن تكون انت مرتبط اصلا بحد تاني غير الحبيب دوت، او انت متعلق بالاسرة تعلق شديد، يعني جو الاسرة، او انت مفتقد اصلا لجو الاسرة. ممكن يكون في حد مثلا مفتقده من الوالدين، او مفتقد لذكرياتك ايام زمان، ذكرياتك وانت ايام الطفولة، ايام ما كنت ما بين الاهل ما بين الاخوات في راحة البال، انت مفتقد للراحة. شايفة ان انت في ضغوطات عليك كتيرة جدا. في بقى ممكن تكون انت وحد بعينه عامل معاه مشكلة، يا اما الحبيب وانت بتقول لنفسك ان المشكلة دي هتتحل بإذن الله قريب، او في مشكلة ما بينك وما بين حد، والحد دوت زي كأنه يعني اقول لك ايه، زي كده العقرب، يعني اللي هو بيقعد يقول عليك كلام مش فيك. حد بيحاول ان هو يعمل حاجات او مقالب فيك، او مثلا بيقول للناس كلام عليك ما بيحصلش. فممكن تكون مثلا الشخص دوت انت ما بقاش شخص مستحب ليك الفترة الحالية، ممكن يكون بيعمل لك مشاكل كتير، او زي ما قلت لك في البداية ممكن تكون مشكلة بينك وبين الحبيب وانت شايف ان في حل قريب، حل هيبقى فيه حاجة تريحك انت وهو، دي من وجهة نظرك انت. تمام، فدي الطاقة بتاعتك انت علشان طبعا تعرف القراءة دي منطبقة معاك ولا لا. طيب تعالى بقى نبتدي مع بعض ونشوف الحبيب دوت شايفك ازاي في الفترة الحالية. شايفك ان انت يأسان،
ان انت محبط، ان انت ممكن يكون عندك هموم كتير. شايفك ان انت حمال قاسية قوي. الحبيب شايفك ان انت حمال قاسية، وان انت في حاجة مش عارف تخرج منها، او انت تعبت من كتر ان انت مش لاقي حلول لحاجات كتير ممكن تكون ملخبطة في حياتك. شايفك ان انت كمان لو انت بتشتغل، هو شايفك ان انت حد عملي جدا، لكن شايف ان انت مش واخد فرصتك في الحياة، ان انت زي كأن الدنيا جاية عليك واشخاص كتير جايين عليك وناس كتير بتغدر بيك، فهو شايفك بالصورة دي. تمام. طيب الحبيب دوت برضو بيقول ايه عنك بينه وبين نفسه؟ خلينا ناخد كده كروت توضيح برضو عن النقطة دي، ونشوف هو بيقول عنك ايه بينه وبين نفسه. تعالى برضو ناخد من كروت عقله الباطن توضح لنا اكتر. طيب بص بقى، الحبيب دوت بيقول ايه عنك؟ بيقول ان انت اولا هو عارف ان انت مهتم بيه جدا، يعني بيقول لنفسه ان انت دايما مهتم بيه بينك وبين نفسك، ممكن تكون بتراقبه. لكن هو برضو بيقول عنك ان انت بتديله الاهتمام لما بيكون عندك وقت. يعني هو شايف ان انت اوقات كتير بتقرب واوقات كتير بتبعد، فهو ما بيبقاش فاهمك، او هو متخيل ان ممكن يكون في شخص تاني في حياتك، فهو دوت اللي بيبعده عنك. بس بيقول برضو عنك ان انت حد ناضج جدا، حد عقلاني قوي قوي قوي. ممكن برضو يكون الشخص دوت او الحبيب دوت من خلال الانترنت، من السوشيال ميديا. فهو بيقول عنك ان انت حد خطفت قلبه، وهو ما كانش متوقع ان هو ممكن يرتبط بحد من خلال السوشيال ميديا، او انه كان يتعلق بحد مثلا من خلال السوشيال ميديا. او انت مثلا لو معاه في العمل، لو انتوا بتشتغلوا مع بعض، فانت بيقول عنك ايه؟ بيقول عنك ان انت يعني زي كأنك خطفت قلبه من اول نظرة شافك فيها. لكن هو شايفك ان انت حد ناضج جدا، تفكيرك يعني تفكير كويس جدا، بتعرف تفكر صح. لكن زي ما قلت لك بيقول عنك كمان ان انت ما بتدلوش اهتمام كتير. وعلى فكرة في حاجة كمان بيقولها عنك، ان انت خطفت قلبه. خطفت قلبه يعني انت خطفت قلبه وجريت. تمام. طيب تعالى نشوف مشاعره ليك ايه في الفترة الحالية. ناخد من كروت المشاعر او الرومانس ونشوف ايه هي مشاعره او مدى مشاعره ليك في الفترة الحالية. طيب بص بقى، مشاعره ليك في الفترة الحالية، الشخص دوت اولا لو انتوا ما بتتكلموش مع بعض فهو عايز يعمل معاك تصالح، يعني عاوز يصالحك، عاوز يرجع يرضيك، عايز يقولك ان انت فعلا وحشه، وان هو مشتاق لك جدا جدا، عايز يرجع لحياتك تاني. تمام، ده من خلال المشاعر. ولو هو بالفعل معاك في علاقة مفيش انفصال، فالشخص دوت عاوز يعالج المشاكل اللي ما بينكم. ممكن كمان للبعض يكون ده طليق، يكون في أطفال وأولاد ما بينكم، فهو عايز يرجع الأسرة دي تاني من أول وجديد. تمام. أو عايز يلم شمل الأسرة تاني. ده في حالة لو انت كنت مثلا مطلق أو انت مطلقة. لكن لو دي علاقة عاطفية فقط، فأنا شايفة هنا ان الشخص دوت عاوز يعمل معاك تصالح، أو ان هو يصارحك بمشاعر في قلبه تاني، وان هو شايف او من خلال المشاعر شايف ان في اشتياق عليك الفترة دي، في شغف عليك عالي جدا جدا جدا. الشخص دوت زي كأن الحب رجع في قلبه ليك من اول وجديد. يعني بص، كأن حب جديد، من يعني حبك في قلبه حاجة جديدة لسه من اول وجديد، او بيتعرف عليك في البدايات زي في البدايات بتاعتكم. تمام. فهو دلوقتي من خلال المشاعر شايف ان الطاقة بتتجدد تاني. كل ما الشخص دوت يكون عنده مشاغل ويبتعد عنك، بيحس ان في طاقة بتحاول ترجعه ليك تاني. تمام. فالشخص ده بيشتغلك جدا، عاوز يعمل معاك تصالح لو انتوا كنتم منفصلين. الشخص دوت منجذب ليك، وهقولك على حاجة كمان، الشخص ده بيتخيلك كزوج او زوجة. تمام، يعني بيتخيلك في علاقة كاملة، بيقعد كده بينه وبين نفسه بالليل مثلا، او بيسرح فيك اوقات ويقعد يتخيلك معاه في علاقة جسدية. تمام. طيب تعالى بقى نشوف
اخر حاجة، الشخص دوت ايه هو سر غموضه عنك؟ يعني ايه الحاجة الغامضة فيه او اللي بيخبيها عنك الشخص دوت؟ الحاجة اللي بيخبيها عنك ان هو دايما غيران عليك جدا، ان هو دايما قلقان عليك، وان هو بيفتقدك لو انت بعدت، بيحس ان في حاجة ناقصاه، ان في حاجة مش طبيعية، وان هو كمان بيراقبك. دي الحاجة او ده سر غموضه. لكن الشخص ده برضو في حياته العامة، ايه الشيء الغامض عنك اللي انت ممكن ما تعرفوش؟ الشخص ده ممكن يكون شايل مسؤوليات كتيرة جدا جدا فوق طاقته، او الشخص دوت عنده أزمة مادية الفترة دي، او كمان الشخص دوت ممكن يكون في مشاكل أسرية في العيلة عنده بيحاول يحلها الفترة دي. فممكن يكون دوت اللي بيبعد الشخص ده عنك كتير، ان هو عنده مشاكل في العمل او مشاكل في المادة او مشاكل في الأسرة. تمام. وطبعا انا شرحت لك ايه هو سر غموضه بالنسبه لك انت، بالنسبه للعاطفه ليك. تمام، ان هو بيغير عليك، ان هو مهتم بيك، قلقان عليك دايما، وان هو بيراقبك. تمام. طيب تعالى بقى نشوف الابراج اللي معايا قبل طبعا ما نختم القراءه. في برج العقرب، وفي برج العذراء، كمان في برج الميزان، في برج الثور، وفي برج الجدي، وفي برج الجوزاء برضو هنا، وبرج الحوت. آه لحد هنا تنتهي القراءة رقم 1. فأنا بشكركم جدا جدا أصحاب الاختيار رقم 1. أصحاب الاختيار رقم 2، أهلا وسهلا بيكم معايا. تعالى نشوف الطاقة بتاعتك في الفترة الحالية علشان طبعا تعرف القراءة دي منطبقة معاك ولا لأ. تمام، طاقتك انت في الفترة الحالية. انت محبط قوي، عندك احباط، عندك احباط من العلاقة دي. اقول لك على حاجة، انت ساعات ممكن تكون بتقول لنفسك هو انا بحب الشخص ده ولا لا. انت ساعات بتسأل نفسك، ممكن بيتردد عليك الاحساس ده، ما بتبقاش فاهم نفسك هل انت فعلا بتحبه. تحس اوقات كتير ان انت فعلا مشتاق له قوي قوي، واوقات بتحس ان انت ما مش مهتم. تمام. ليه بقى؟ لان ممكن يكون الشخص ده جه عليك كتير او قسي عليك كتير، او الشخص دوت ما بيهتمش بيك كتير. تمام. شايفة ان انت ممكن تكون حد طيب القلب جدا، يعني حد ممكن تكون اللي هو ما بتحبش تحرج حد، ما بتحبش تكسف حد. طيب بتحب ان انت كمان لما حد يطلب منك مساعدة ما بتقولوش لأ. بس انت شايف ان ممكن تكون دي نقطة ضعفك، ان قلبك هو نقطة ضعفك، سواء بقى مع الحبيب ان انت بتسامحه بسرعة، او ان انت بتبقى طيب مع الناس اللي حواليك. تمام، صادق جدا جدا في مشاعرك انت. ما بتعرفش تكذب، يعني لما بتبقى فعلا الشخص اللي قدامك بتحبه بتبقى لازم هتقوله ان انت بتحبه، عاوز تبين له مشاعرك بأي طريقة. بس انت بتقول لنفسك ان انا قلبي هو السبب في التعب اللي انا فيه دوت، سواء مع الحبيب او مع الاشخاص المحيطة بيك. تمام. ممكن كمان تكون في الطاقة الحالية بتاعتك انت الحبيب دوت شايف ان في حاجات كتير عنه انت مش فاهمها، او انت شايف ان العلاقة دلوقتي مش الوقت المناسب ليها، او انت في تغيير في حياتك لازم يحصل، لكن انت بتقول مش ده الوقت المناسب، مش ده الوقت المناسب ان انا اخد فيه قرار، لسه شوية. واضح ان حياتك فيها حاجات ملخبطة كتير ولازم تتصلح، بس انت مش عايز تاخد دلوقتي اي قرارات علشان خاطر ما تخسرش حاجة. تمام. ما بتبقاش فاهم الحبيب دوت هل هو بيحبك ولا لأ، هل هو عايزك ولا لأ. دايما بتسأل نفسك السؤال دوت، هل انا شخص فعلا مهم بالنسبة له، ولا انا علاقة عابرة، يعني علاقة كده في حياته وخلاص. السؤال ده بيتردد عندك كتير جدا. شايفة كمان في الطاقة بتاعتك ان انت في حاجة مستنيها تحصل، لكن انت شايف ان الحاجة دي زي كأن مفيش اي تغيير بيحصل فيها، يا اما حاجة انت منتظرها تغير حياتك لكن مفيش تجديد، او حياتك واقفة في مكانها ما بتتحركش، مفيش اي تجديد فيها. وكمان انت زي كأنك
يعني خلاص جبت اخرك من اللي انت فيه. شايفاك ان انت ممكن تكون بتبكي كتير، في بكاء عندك، وممكن كمان تكون في فترات الليل، فترات المساء تبقى تعبان قوي. بس لما بتشتاق للحبيب ده يعني بص بتبقى ممكن تعمل اي حاجة علشانه. ممكن كمان تكون انت كنت بتساعد الحبيب دوت، بتساعده في حاجة. ممكن يكون الحبيب ده كان اصغر منك مثلا، آه، فانت كنت زي كأنك بتعطف عليه، شايفه كده زي حاجة كأنها حاجة تخصك، حاجة بتاعتك. مش بقولك ممكن يكون انت الحبيب ده اصغر منك، او في اختلافات فيكوا، حد متزوج حد لأ، حد من دي هنا وحد لأ. فيكوا اختلاف انت والحبيب دوت، يا اما اختلاف في الافكار، ممكن يكون هو طريقة تفكيره بطريقة مختلفة عن طريقة تفكيرك انت تماما. تمام، فدي الطاقة بتاعتك انت، علشان تعرف برضو القراءة دي منطبقة معاك ولا لا. طيب تعالى نشوف بقى مع بعض حبيبك شايفك ازاي، ايه الصورة اللي هو شايفك عليها. هو ممكن يكون الحبيب دوت ده صديق برضو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، او هو شايفك ان انت بتتواصل مع اشخاص تانية من خلال السوشيال ميديا. تمام، على فكرة هو برضو شايفك ان انت حد طيب جدا وحد رومانسي، وان انت بتدي من غير اي مقابل، بس هو شايف ان انت حد بعيد عنه جدا جدا. يعني ممكن تكون انت فعلا من مكان مختلف عنه، من مكان بعيد، ما شفتوش بعض على ارض الواقع، فهو حاسس ان انت بعيد عنه قوي. او لو انتوا بالفعل اتقابلتوا في الحياة، هو حاسس ان انت تفكيرك رايح في حتة بعيدة جدا عنه، وهو في مكان تاني خالص، وكل واحد عايش في حياة مختلفة عن التاني، وان انتوا بعاد جدا جدا بالتفكير عن بعض. تمام، هو شايفك بالصورة دي، بس شايفك ان انت حد طيب فعلا، وحد بتدي من بدون اي مقابل، وان انت اقول لك على حاجة، هو شايفك ان انت حلو قوي. شايفك ان انت شكليا حلو. تمام، طيب تعالى نشوف برضو الحبيب دوت بيقول ايه عنك. وبرضو هناخد هنا من خلال كروت برضو عقله الباطن، ونشوف بيقول ايه عنك الحبيب دوت. على فكرة اقول لك على حاجة، هو في شك صراحة ان انت ممكن تكون تعرف حد غيره، حاسس ان انت بتخدعه. يعني هو ساعات لما انت بتيجي في دماغه بيحس ان انت ممكن تكون بتخدعه او ما بتحبوش، او العلاقة دي ممكن تكون انتوا الاتنين فيها ماسكين على مشاعركوا قوي. يعني ممكن تكونوا في الفترة الحالية انتوا ماسكين على مشاعركوا قوي، او ما بتعترفوش لبعض بالحب، او انت مبين له التقل قوي قوي. فالحبيب ده بيقول عنك ان انت يعني زي كأنك زهقته، ما بتعترفش مثلا ليه بالحب، او انت مش عاوز تكلمه، او انت مستنيه هو اللي يروح يكلمك، ان هو دايما هو اللي يبادر. بس برضو بيقول ايه عنك، بيقول عنك ان انت برضو من مكانة بعيدة عنه، وان انت ممكن يكون في حياتك اشخاص تانيين غيره هو. تمام، آه، طيب بص كمان هو بيقول لك ايه، بيقول لك انا هرسل لك دعوة مفاجأة. معنى كده ان الحبيب دوت هو اللي هيبادر معاك بالكلام، هو اللي هيبادر معاك بحاجة جديدة، حاجة جديدة في العلاقة، هو اللي هيبتدي بحاجة جديدة مختلفة في العلاقة دي. تمام، طيب تعالى نشوف بقى مشاعره ايه ليك الحبيب في الفترة الحالية. ايه هي مشاعره ليك؟ حب حقيقي. الحبيب مشاعره ليك حب حقيقي، هو شايف ان انت الحب فعلا. مشاعره ليك ان هو شايف ان انتوا كنتوا في فترة مع بعض، كانت فترة هو مش قادر ينساها ابدا، في ذكريات ليك معاه هو مش قادر ينساها. حاسس ان دي اجمل حياة عمره اللي هو عاشها معاك، وشايف ان انت حبه الحقيقي فعلا.
عاوز يقرب لك اكتر الحبيب دوت. مش بقولك عاوز يقدم لك حاجة وعاوز يقرب لك اكتر. حبيب ده عنده طاقة ايجابية ليك الفترة الحالية، بالرغم ان هو شايف ان ممكن يكون في صمت في العلاقة كتير، او ان انت ممكن تكون تقلان عليه شوية، لكن الحبيب دوت عاوز يقدم لك حاجة، عاوز يقدم لك الحب تاني، لان هو شايف ان انت فعلا تستحق الحب. بص، عايز يديك حب بلا مقابل، مش عايز منك اي مقابل، سواء هتحبه مش هتحبه هو هيفضل يحبك كده، سواء انت عندك الظروف بتمنعك من العلاقة دي، سواء بقى انت مختلف عنه دينيا، اي حاجة، الحبيب ده هيفضل يحبك كده، يعني اللي هو مش هيوقف حب ليك. تمام. طيب تعالى نشوف مع بعض الحبيب دوت ايه هو سر غموضه عنك او سر غموضه ليك، ايه اللي بيخليه غامض اوقات كتير عنك. في حد متحكم في حياة الحبيب ده قوي، وواضح كده ان هو ممكن يكون الوالد، ممكن يكون مثلا ابوه مثلا او ابوها متحكم كتير في حياة الحبيب ده، او مسيطر قوي. دي حاجة برضه هو بيخفيها عنك، دي حاجة من ضمن سر غموضه. الحبيب دوت واضح ان هو في حاجة هو خسرها الفترة دي، او حاجة اتسرقت منه، او في ناس بتحاول تأذيه برضه، دي حاجة من ضمن سر غموضه عنك. اقول لك برضو على حاجة، الحبيب سر غموضه عنك ان هو ممكن يكون شايف ان العلاقة دي فيها صعوبات كتيرة جدا جدا وتحديات صعبة جدا في العلاقة دي. تمام. يعني هو شايف ان انت حد تستاهل الحب زي ما هو عايز يديك فعلا، لكن هو شايف يعني من سر غموضه ان هو شايف ان العلاقة دي علاقة صعبة جدا، فيها تحديات كبيرة وفيها حاجات كتير، او هتاخد منه مجهود كبير علشان العلاقة دي تكون على ارض الواقع فعلا. وسر غموضه برضو ان هو ساعات بيشوفك انت مهتم، وساعات ان انت مبتعد جدا جدا، برضو دي حاجة من سره او سر غموضه عنك الشخص دوت. تمام. تعالى بقى نشوف ايه الابراج اللي معانا في القراءة دي. برج الجدي موجود، برج العذراء، برج السرطان، وبرج العقرب برضو، برج الاسد، برج الدلو، وفي برج الثور، وفي برج القوس هنا برضو. برج تاني. بس دي الابراج اللي معايا في القراءه رقم 2. فانا بشكركم جدا جدا، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناه، دعموني بزر اللايك، فعلوا زر الجرس، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.